مؤخرا كان في قرار بتجميد استقبال عضويات جديده من مجلس الاداره. فوجئنا لقينا عدد من الطلبات كان هايل جدا، يعني طلبات كبيره جدا لالتحاق بعضويه النادي، خصوصا دي فتره الصيف في العاملين بالخارج ان هم موجودين في مصر اليومين دول، وبخلافه يعني في كم طلبات كتير. فبالطلب المتزايد من رغيب العضويه النادي اضطر مجلس الاداره ان هو يعيد فتح باب العضويه. احنا كنا قافلينها بس لفتره محدوده عشان اجلنا الزياده انها تبقى اخر السنه ان شاء الله. كمل اقبال رهيب والحمد لله طبعا، لان نكمل الخدمات المتاحه في النادي. احنا بنتكلم في 4 فروع بمساحات ممتازه بكم الحمد لله صرف من النادي على مختلف الانشطه هايل جدا. مؤخرا فرع المنصوره اضيف لسلسله عناقيد فروع النادي الاهلي طبعا والاستاد. هو عباره مش انترفيو بالمعنى اللي هو اسئله استقصائيه لراغب العضو، ولكن هي التعرف على رغيب الالتحاق بعضويه النادي، بحيث ان هي بيبقى متوافق مع المعايير اللي محطوطه جوه النادي الاهلي من اول ما عملنا اللائحه في 2018. بقالنا دلوقتي اكتر من شهرين 3 بنجهز للعضويات دي. حضرتك كان قرار مجلس الاداره قال خلاص هنوقف العضويات لغايه 30/6 وهتزيد القيمه بتاعه العضويه. مجلس الاداره مشكورا فتح العضويه تاني بالنسبه للاعضاء الجدد، بحيث يقدر ما يزعلش حد ان المبالغ تبقى ثابته لغايه 31/12. فده كان قرار موفق جدا جدا جدا، يعني الاداره بنشكرها عليه. مش لاحقين على طلبات العضويه، ودوت اللي ادى باور للاداره ان هي تخلي نفس القيمه تحافظ عليها لغايه 31/12. وان شاء الله هنكون عند حسن ظن جميع الساده المتقدمين للعضويه ان هم يقدروا ييجوا يشرفونا في النادي. كلنا واحد. احنا طبعا اداره الاشتراكات والعضويه حريصين جدا على خدمه الساده المتقدمين الراغبين في الالتحاق بعائله الاهلي. احنا طبعا قعدنا فتره يمكن باب العضويه كان مغلق الفتره اللي فاتت بقرار مجلس الاداره، ولكن يعني برضو بناء على الطلبات الكتير اللي كانت متقدمه وفي الويتنج ليست معانا، طبعا احنا اجلنا زياده قيمه العضويه لغايه 31/12 اللي جاي. وقبل طبعا ما تزيد بالنسبه للعضويه الرئيسيه 1,425,000، وعضويه الفروع الشيخ زايد او التجمع الخامس من 513 ل 627,000. واعداد محدوده طبعا. النهارده اول لجنه عضويه زي ما انتم شايفين، اقبال كبير والله من الناس. يمكن طلبات العضويه النهارده معديه ال 120 او 130 طلب عضويه. فالحمد لله، وده عهد النادي الاهلي دايما ما شاء الله، يعني براند معروف والناس كلها ما شاء الله مش مجرد كرة قدم بس، لا ده يعني منظومة اجتماعية محترمة يعني على مستوى محافظة القاهرة الكبرى. وإن شاء الله بإذن الله يعني قادرين على تلبية رغبات الناس دي كلها وانضمامهم لعائلة الأهلي إن شاء الله في الفترة اللي جاية. يا ريت أغلب اللي بيسمعنا وعنده رغبة يعني إنه يلتحق بعائلة الأهلي يكون موجود معانا الفترة اللي جاية قبل ما نقفل باب العضوية مرة تانية إن شاء الله.